السلام عليكم اصدقائي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتكم وقناه نيوز في الخبر. في هذا الفيديو اصدقائي غادي نشوفوا شنو قال الاعلام المصري مع اللاعب المصري ايمن اشرف على اشرف حكيمي والمباراه اللي جمعت بينهما، وتكلموا على ضربه جزاء ديال اشرف حكيمي والقوه ديال هذا اللاعب احسن ظهير ايمن في العالم. اصدقائي ما غاديش نطول عليكم، نخليكم تفرجوا في هذا الفيديو، خليوا اراءكم في تعليق لايك والبارطاج، ونتلاقاو اصدقائي في الاخر ديال الفيديو. الجزاء ف... لا وانت هتقول يعني انا اثق فيك. انا بقول لك يعني انا بتاعت اشرف حكيمي اه ضربه جزاء. زعلت منك قوي جدا. انا زعلت من يعني نفسي والله بجد. تعرف يعني اتضايقت ليك يعني ماتش المغرب ده. ايمن. لا اصل انا ليه؟ اتفاجئت، بس ده ليه كواليسه. ده ليه كواليسه. انا ما كنتش هلعب اصلا، واتفاجئت ان انا هلعب قبل الماتش بثلاث ساعات. يا راجل. اه هو كيروش مدربين الجامدين جدا، انا بحبه جدا الراجل ده. بس هو فاجئني، لان التشكيل كانت هو بيبينها قبل الماتش بيوم، ماشي، وخلاص انا نايم على اساس ان انا مش بادئ، والماتش كان الساعه 3. ايوه كان جه على الساعه 11 كده لقيت التليفون الاوضه بتاعي بيرن. ايمن الاداري بيكلمني وكده، مستر كروش عايزك وبتاع. فانا ماشي في الطريق لقيت مين ماشي معايا، فلقيت تريزيجيه. فقلت له خلاص بقى يبقى ايوه، اصل انا كان التمرين اللي قبلها كان حاططني 8. كان حاططني مركز 8. 8 يا راجل. فقلت له خلاص يبقى انت هتلعب تريزيجيه، وانا هيكون حاططني احتياطي ليك في مركز 8. فقال لي مش عارف. خلي بالك ده تريزيجيه كان احتياطي. ايوه، ما هو انا اللي لعبته وتريزيجيه كان احتياطي. ما هو احنا دخلنا. مستر كروش قال لك انا، وتريزيجيه اللي كان بادئ اليوم اللي قبله في 8 في التمرين بالظبط. فانا جيت يوم قبل الماتش، يعني يوم قبل المحاضره حتى، دخلت انا وتريزيجيه، جبنا احنا الاثنين. ففي واحد قال لنا في واحد هيقعد 8 وواحد هيلعب في 8. حلو. فقال لي انت هتلعب. انا عارف ان هو هيقول تريزيجيه، فقال لي لا ايمن انت اللي هتلعب وكده. انا طالب منك 1 2 3. طب كان رد فعل تريزيجيه ايه؟ عادي، ما فيش مشكله خالص. لا شد حيلك وبتاع. بس انا اللي اتفاجئت، انا عقبال ما دخلت في مود الماتش كانت عدى 3 دقايق. وده غلط. التحضير مش بس انت مش برضه غلط. بس انت مش لسه بتاع ماشي. بس انت برضه في دور 16 يعني. دور 16 كاس ومغرب وانت بتبقى عايز تركز من قبلها بيوم، فبتبقى عارف انك قاعد احتياطي، فخلاص مش بتفكر في الماتش بشكل كبير. غير اللي بيقعد احتياطي بيقرا الماتش من هو قاعد على الدكه، فاهم؟ بيقعد على الدكه وبعد كده يقرا الماتش، لان بيحصل كذا سيناريو يعني. ايوه، ده اتغير، ده راح، ده جه. فيبتدي يركز مع الناس اللي بتلعب، ده بيلعب ازاي، حتى لو لعيب مستواه النهارده ايه، ممكن تبقى عارف ان اللعيب مثلا مستواه كذا، النهارده تتفاجئ ان هو لا عالي، لا قليل بالظبط. يعني هي في النقطه، بس انا اتفاجئت عقبال ما رجعت الماتش بعد 3 دقايق بعد ضربه الجزاء. بس عملت ماتش كويس يعني، انا كملت الماتش، كنت كويس جدا وكسبنا في الاخر. قال لك حاجه كروش على ضربه الجزاء؟ لا خالص. ما علقش خالص. معقوله؟ لعبت بعدها؟ لا. طيب. بس عادي برضو المدربين الاجانب دول يعني ما يحسسكش باي حاجه برضو. لا ده مدرب كبير. شوف انا ما لعبتش معاه هو بعديها، بس ده مدرب كبير. ده حاجه مختلفه. بس ما كانش عنده حظ الراجل ده يعني ان انت توصل نهائي وتوصل صعود كاس عالم. انا يعني مش عايز اتجنى على كروش كتير، لكن كان عندي مواقف كتير، تحفظات كتير جدا عليه. ان انت اختلف معاك جدا. ما فيش مشكله، بس عارف لما توصل لنهائي كاس الامم، وهم تخرج من البطوله العربيه، ولما كاس العالم، يعني مثلا ماتش السنغال هنا في القاهره كنا ممكن خلصنا الموضوع. يعني الموضوع كان خلص تماجا، فكان في تحفظات. بس برضو في بدلك، يعني انت وصلت اللي وصلت ضربات جزاء هنا، وصلت ضربات جزاء هنا برضه نفس القصه. ما انت وصلت ضربات جزاء هنا ووصلت ضربات جزاء هنا. ايوه، بس خلي بالك اللعيبه في كاس الامم الافريقيه في الكاميرون شالوا لما صلاح جمع اللعيبه. وانت فاكر ماتش السودان، اول ماتش البدايه كانت امام نيجيريا بهزيمه. يعني برضو اللعيبه ما بتجمع نفسها بتساعد المدير الفني. صح، ده حقيقي. لكن انا تحفظاتي ان مصر توصل نهائي ونهائي ونهائي
وتخرج بالشكل ده. الجيل ده فعلا كان صعب فعلا جدا، يستحق والله بجد ان هو ياخد كاس بالظبط، او على الاقل يصعد كاس عالم. يعني والله الواحد قال لك خلاص كاس الامم بس نصعد كاس عالم. ولو خلي بالك احنا كنا مركزين في ده، لكن هو في صوت توفيق. ما هو أيمن في الاخر انت اول ماتش مع السنغال هنا في مصر الاستاد متقفل وجايب جون في اول 5 دقائق، يعني في بدايه المباراه. اخش أيوة بقى، انا كنت موجود اما انا بقول لك اخش بقى ادوس بقى، لكن تحفظ في المباراه. بتلاعب فرقه كبيره بس خلاص خدت الثقه، ربنا جاب لك هديه في اول المباراه. فالمفروض يعني كنا خلصنا الجيم من هنا قدر الله. هو كان عامل سيناريو معين والسيناريو ممكن يكون يعني مشي معاه لحد 80% وال 20% كانت غلط منه مثلا. طيب. وفي الاخر كان في سوء توفيق، لكن هو بالنسبه لي مدرب كبير جدا. البعض بيقول ان صفقه بن شرقي وقدومه للاهلي دي للبلدي كده سخنت اداره الزمالك ان هي تعمل صفقات. الشق الثاني من السؤال ده رايك ايه في صفقه بن شرقي؟ صفقه عظيمه للنادي الاهلي. بن شرقي واحد من احسن اللعيبه المحترفين اللي جم مصر، ومن اكتر اللعيبه اللي جمهور الزمالك بيحبها، وجمهور الزمالك عمره ما ينسى لبن شرقي ان هو راجل فضل قاعد لغايه اخر يوم في عقده بيقاتل وبيحارب ان هو يفوز ببطوله مع الزمالك. ومش معنى ان هو راح الاهلي ان يبقى في كراهيه ليه. لعيب مهم، برافو للنادي الاهلي لان هو واحد من افضل اللعيبه، واحنا ما بنبصش ورانا، احنا بنبص للي جاي، ما بنبصش المنافس بيعمل ايه او المنافسين بيعملوا ايه، مركزين على احتياجاتنا فقط. وتاني باكد يا ابراهيم ان في ناس مصلحتها من جوه الزمالك ان حاله الحب اللي موجوده والاحترام اللي موجوده ما بين الناس اللي حوالين مجلس الاداره وما بين مجلس الاداره دي للاسف. لا يعني ايه ما بين مجلس اداره الاهلي ومجلس اداره الزمالك وما بين الناس اللي موجوده حوالين مجلس الاداره. يعني الحاله دلوقتي بتاعت اللي جوه نادي الزمالك سواء كانت من احترام للاطراف المتبادله، سواء كانت من تواجد اسماء وناس بيخدموا ومش عايزين يظهروا ولا في دماغهم ان حد يجيب سيرتهم. بتكلم على ناس بتدعم الزمالك، كل واحد فيهم بالطريقه بتاعته، كل واحد فينا ليه سلاح. انا السلاح بتاعي ان انا بفكر كويس وبعرف اربط كويس جدا ما بين الاقتصاد والاستثمار والناحيه الارقام والبيزنس بلانز وكده، بعرف اربطها بالناحيه الفنيه بشكل انت شايف ان كويس جدا. طب ايه علاقه ده ببن شرقي؟ لا انا بتكلم انا بتكلم في ايه؟ احنا دلوقتي كل الكلام ان المجموعه دي في مشاكل، ان كذا. لا طب هل فعلا مركزين في شغلنا بس. هل فعلا في ناس بتعرقل شغلكم؟ يعني مثلا بتبعت للعيبه بره خلي بالكم بعد ما تكونوا انتوا وصلتوا قطعتوا شوط معاهم في الفوضات ما ترجوش الزمالك، ده الزمالك ما يدفعش فلوس مش عارف ايه الكلام ده. خلي بالك يعني ده طبيعي وده متوقعينه، لان يعني بص انت حتى كراجل اعلامي هتحسها الدنيا يعني مفتحه على الاخر. ودي واحده من الحاجات اللي لازم تتعالج، ان الامور لازم تتقفل، ونادي الزمالك لازم يتقفل عليه. قطاع كره القدم لازم يتقفل عليه بشكل كويس. فانت شغال في وسط ظروف مفروضه عليك، ما قدامكش الا ان انت تحل. اصدقائي لنا وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى من هذا الفيديو يكون الاعجاب ديالكم. ما تنساوش اصدقائي لايك بارطاج، ونقول لكم تلاقاو فيديو جديد موضوع جديد، والسلام عليكم.